هاي، انا اسمي ستيفن ميلاد، جرافيك ديزاين، وتعالوا معايا النهارده في ايفنت لانش باد اكسبو. انا رايح اعرف ايه اللي ممكن يغير طريقه تفكيري في الشغل. الايفنت ده بيجمع شركات بتتكلم عن حاجه واحده بس، التوظيف، وازاي الشركات بتختار اللي عايزه تشتغل معاه، وايه اللي بتدور عليه فعلا والحقيقه فين. وحقيقه اللي سمعته هناك خلاني اعيد تفكير في حاجات كتير قوي. ومن اكتر الحاجات اللي شدت انتباهي ان الاي اي بقى بيخش في عمليه التوظيف، وانه بقى فيه ادوات بتعمل فلترنج للسيفيهات قبل ما الاتش ار يكون بيشوفها. ودي معلومه كل الناس اللي بتدور على شغل لازم تكون مهتمه بيها. وعشان افهم اكتر قعدت مع 3 شركات هناك، وكل واحد فيهم كان بيقدم حل مختلف. تعالوا نسمع قالوا ايه. متوسط عدد الشغلانات من 5000 ل 7000 شغلانه كل يوم. فلو انت بتدور على شغلانه سينيور جونيور فريلانس ريموت جوب بارت تايم فول تايم، كل الجوبز دي افيلبل على وظيفه. حابب اكلمك اكتر عن المنتور. احنا اكبر educational بلاتفورم موجوده في الوطن العربي بتدي كونتنت بالعربي. احنا المتعارف عليه ان احنا بندي كورسات بي تو سي، يعني لو حد عايز ياخد كورس ويطور من نفسه فيقدر ان هو ياخد كورس. عشان تشتغل فريلانس ويبقى عندك بيزنس والعملاء تثق فيه، لازم يبقى عندك ويب سايت ولازم يبقى عندك دومين، والعميل بيلاقي صوره احترافيه. لو جاي له ايميل مش ايميل زي جيميل عموما، لا، يلاقي اسمك فلاني الفلاني بروفيشنال بيج، يجي لك من بروفيشنال دومين. اللي طلعت بيه اليوم ده ان الفريلانسر اللي مش فاهم الشركات بتفكر ازاي هيفضل يستنى الشغل يجيله لحد عنده، لكن لما تفهم اللعبه من جوه انت اللي بتختار. خليك دايما في المكان اللي الفرصه تقدر توصل لك فيه. كان معاك ستيفن ميلاد، سلام يا صاحبي.